تخيل انت ان المشكلة اللي حاصلة دي كلها الراجل وابنه هيمسكوا واحد شغال في محل خضار وفاكهة يبهدلوه لمجرد انه الراجل ده عايز يركن عربيته قدام المحل، وصاحب المحل نفسه راكن عربيته قدام محله. يعني الراجل موافق عربية قدام المحل بتاعه ومش موجود. يوم الباشا عايز يركن عربيته، يعني شيل عربيتك بقى ارميها في الزبالة وانا احط عربيتي قوة واقتدارا كده. طبعا صاحب المحل مش موجود، داخل بيكلم الشاب اللي موجود في المحل ده، بيقول له العربية دي شيلها من هنا عشان انا احط اوقف عربيتي وبتاع. قال له طبعا مستغرب، يعني المكان اصلا مش يعني ما يخصكش، المكان بتاعنا وحاجتنا ازاي بقى ان هو بيقول له كده؟ بيقول له يعني صاحب المحل مش موجود، لما يجي يبقى يشيلها لك وحط عربيتك. ازاي يقول له كده؟ يوم زي ما حضراتكم شايفين كده هو وابنه ماسكين الشاب، مبهدلينه ساحلينه، ماسحين بيه ارضيه المحل زي ما انتم شايفين كده. كل ده لمجرد ان الراجل بيقول له انا صاحب المحل مش موجود، لما يجي يبقى انقل لك العربيه. يعني ايا كانت شغلته بقى، يعني في ناس كتير بتقول ان هو راجل صاحب منصب والكلام ده، بس ايا كانت المهنه طبعا الداخليه عندنا يعني ما بيرضيهاش الاوضاع دي. واذا كان الفيديو المتداول اصلا والكلام اللي بيتقال ان هو فعلا موضوع العربيه والكلام ده، فاكيد الناس دي لازم تتحاسب. حرام ان واحد زي ده يفتري على شاب هو وابنه بالمنظر ده. انت لو شاريه من سوق الجمعه مش هتعمل فيه كده. انت لو نازل شاريه من سوق الجمعه لحسابك بفلوسك مش هتعمل فيه كده ومش هتمرمطه كده. يعني ده منظر. انا بصراحه الواحد بيستعجب على الناس اللي ما عندهاش رحمه ولا دين. الموضوع مش موضوع مهنه ولا منصب ولا الكلام ده، الموضوع موضوع رحمه. مفيش رحمه ومفيش دين، وهتترد لك في الدنيا وفي الاخره.